السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتعرف في هذا الفيديو عن موعد وتوقيت جميع مباريات الجولة العشرون من منافسات الدوري الإسباني 2025 والقنوات الناقلة لجميع هذه المباريات. قبل البداية لا تنسى الصلاة على رسول الله. أولا نذكر بالترتيب: برشلونة في المركز الأول برصيد 49 نقطة، نادي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، فياريال في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، نادي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 38 نقطة، إسبانيول في المركز الخامس برصيد 34 نقطة، ريال بيتيس في المركز السادس برصيد 29 نقطة، سيلتا فيغو في المركز السابع برصيد 29 نقطة، أتلتيكو بيلباو في المركز الثامن برصيد 24 نقطة، إيلتشي في المركز التاسع برصيد 23 نقطة، رايو فاليكانو في المركز العاشر برصيد 22 نقطة، ريال سوسيداد في المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، في المركز الثاني عشر نادي خطافي برصيد 21 نقطة، نادي جيرونا في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، إشبيليا في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة، أوساسونا في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة، ألافيس في المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة، مايوركا في المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة، فالنسيا في المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة، ليفانتي في المركز التاسع عشر برصيد 14 نقطة، وفي المركز الأخير المركز 20 ريال أوفيدو برصيد 13 نقطة. بالنسبة لموعد وتوقيت جميع مباريات الجولة 20 من منافسات الدوري الإسباني هي على الشكل التالي: أول مباراة ستجمع نادي إسبانيول بنظيره نادي جيرونا، وذلك يوم الجمعة الموافق 16 يناير 2026 في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب الجزائر تونس، وعلى الساعة 10 مساء بتوقيت مصر ليبيا والسودان، وعلى الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية العراق قطر وفلسطين. وسيتم نقل هذه المباراة على قناة بي ان سبورت اش دي 3. مباريات يوم السبت الموافق 17 يناير 2026 هي على الشكل التالي: أول مباراة تجمع نادي ريال مدريد بناديه نادي ليفانتي في تمام الساعة الثانية زوالا بتوقيت المغرب الجزائر تونس، وعلى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر ليبيا والسودان، وعلى الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية العراق قطر وفلسطين. وسيتم نقل هذه المباراة على قناة بي ان سبورت اش دي 2. المباراة الثانية في نفس اليوم: نادي مايوركا سيواجه نادي أتلتيكو بيلباو في تمام الساعة 4:15 عصرا بتوقيت المغرب الجزائر تونس، وعلى الساعة 5:15 بتوقيت مصر ليبيا والسودان، وعلى الساعة 6:15 بتوقيت السعودية العراق قطر وفلسطين. وسيتم نقل هذه المباراة على قناة بي ان سبورت اش دي 3. المباراة الثالثة في نفس اليوم: نادي أوساسونا سيواجه نادي ريال أوفيدو في تمام الساعة 36 مساء بتوقيت المغرب الجزائر تونس، وعلى الساعة 37 بتوقيت مصر ليبيا والسودان، وعلى الساعة 37 بتوقيت السعودية العراق قطر وفلسطين. وسيتم نقل هذه المباراة على قناة بي ان سبورت اش دي 3. المباراة الرابعة في نفس اليوم: نادي ريال بيتيس سيواجه نادي فيا ريال في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب الجزائر تونس، وعلى الساعة 10 مساء بتوقيت مصر ليبيا والسودان، وعلى الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية العراق قطر وفلسطين. وسيتم نقل هذه المباراة على قناة بي ان سبورت اش دي 3. مباريات يوم الأحد الموافق 18 يناير 2026 هي على الشكل التالي: أول مباراة ستجمع نادي خطافي بنظيره نادي فالنسيا في تمام الساعة الثانية زوالا بتوقيت المغرب الجزائر تونس، وعلى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر ليبيا والسودان، وعلى الساعة الرابعة بتوقيت السعودية العراق قطر وفلسطين. وسيتم نقل هذه المباراة على قناة بي ان سبورت اش دي 3. المباراة الثانية في نفس اليوم: نادي أتلتيكو مدريد يواجه نادي ألافيس
في تمام الساعة 4:15 مساء بتوقيت المغرب الجزائر تونس، وعلى الساعة 5:15 بتوقيت مصر ليبيا والسودان، وعلى الساعة 6:15 بتوقيت السعودية العراق قطر وفلسطين. وسيتم نقل هذه المباراة على قناة بي ان سبورت اش دي 3. المباراة الثالثة في نفس اليوم، نادي سيلتا فيغو سيواجه نادي رايو فايكانو في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت المغرب الجزائر تونس، وعلى الساعة 7:30 بتوقيت مصر ليبيا والسودان، وعلى الساعة 8:30 بتوقيت السعودية العراق قطر وفلسطين. وسيتم نقل هذه المباراة على قناة بي ان سبورت اش دي 3. المباراة الرابعة في نفس اليوم، نادي ريال سوسيداد سيواجه نادي برشلونة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب الجزائر تونس، وعلى الساعة 10 مساء بتوقيت مصر ليبيا والسودان، وعلى الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية العراق قطر وفلسطين. وسيتم نقل هذه المباراة على قناة بي ان سبورت اش دي 1. مباريات يوم الاثنين الموافق 19 يناير 2026 هي على الشكل التالي: إلتشي سيواجه نادي إشبيليا في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب الجزائر تونس، وعلى الساعة 10 مساء بتوقيت مصر ليبيا والسودان، وعلى الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية العراق قطر وفلسطين. وسيتم نقل هذه المباراة على قناة بي ان سبورت اش دي 3.